السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي وخواتاتي الزوينين، ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم درت باكيت معمر بهذه الطريقه. كندخلوا الفران، المهم كيجي زوين جد رائع، والاهم هو انه بسيط وكذلك بنين. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه هذه، وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، خليوها ليا في التعاليق. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. مهم معكم اختكم من قناتكم شهيوة الدارتينو. قبل ما ندوزو للمقادير والطريقه اللي هي جد بسيطه، كنفكر راسي قبل منكم بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف كتشوفوا واضح في الفيديو، هنايا كنستعمل في هذا الباكيت. شريت انا هذا النوع ديال الباكيت ديال الشعير بالزرارع بنين، متواجد في المحلات الكبرى. فرقته على جوج. ها هو كيف كتشوفوه ديال الزرارع. يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الباكيت، المهم انا اختاريت هذا كيكون صحي. فرقته على جوج وحطيته في الصينيه ديال الفران، لان غندخلو بطبيعه الحال الفران. هنايا غادي نستعمل طون ديال الزيت ومطيشه محكوكه وكاشير محكوك وفرماج موتزاريلا حتى هو محكوك. في الاول كندهن زيت الزيتون في الخبز، عاد من بعد كنضيف طون ديال الزيت، وبعدو طوماط محكوكه، كاشير، اخر شيء هو الفرماج. طريقه جد بسيطه وسهله والنتيجه روعه. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه هذه وتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله ما تنساوش خوتي خواتاتي زوينين، عندكم تنساو ما تضغطوش على داك اليد اللي كتكون تحت الفيديو، وكذلك اشتراك في القناة بالنسبة للزوار الجدد، وتفعيل الجرس مهم جدا باش فوق ما نلوح شي حاجة جديدة توصل لكم. يعني انا مصرة على انني نبرزتكم. وكذلك بارطاجيو الى عجبكم الفيديو، بارطاجيو مع خواتاتكم، مع خوتكم، مع الاصدقاء ديالكم، باش تزيد تكبر القناه اللي هي بطبيعه الحال كتكبر بالفضل ديالكم. وكنشكركم بزاف بزاف لصبركم عليا و صبركم على الفيديو ديالي. انا عارفه هذه الطريقه هي جد بسيطه، ويقدر بزاف اللي غيكونوا عارفينها، غير انا درتها وجربتها وعجباتني بزاف وجاتني بنينه ولذيذه. والاهم هي انها سهله ودغيا دغيا دغيا كتوجد وكتعمي الجوع كتشبع. يمكن لكم ديروا هذه في الفطور، في الغداء، في العشيه، في العشاء. يعني زعما الصراحه ان شاء الله غتجربوها وغتعجبكم. وكيف قلت لكم الا عجبتكم ما تبخلوش عليا بشي تعليق يكون خفيف ظريف. المهم هانتوما شفتوا الطريقه كيف قلت لكم واضحه. دهنت بزيت زيتون. يمكن لكم تعوضوا اي حاجه باي حاجه، داكشي كيبقى على حسب الذوق. غير هي انا وريتكم الطريقه. يمكن لكم تخلطوا بالنسبه للفرماج. الا عندكم فرماج احمر وموتزاريلا كيجي عاد احسن. انا عندي غير موتزاريلا. يمكن لكم مهم تعمروا باش ما بغيتوا. غير هي هاد الخلطه هذه كتواتى مع بعضياتها، الطون مع مطيشه محكوكه مع كاشير. المهم كتجي واحد البنه زعما زوينه. يمكن لكم تحكوا البيض مسلوق. المهم كل واحد على حسب الذوق ديالو وعلى حسب اللي ما كيعجبوش كاشير يمكن له انه يستغنى عليه. المهم كل شيء ان شاء الله يكون واضح. بقاو معايا للاخر باش تشوفوا الباكيت ديالي فاش غيخرج من الفران كيفاش. بالنسبه فاش كتدخلوا الفران يعني دغيا ما كيديش مده، غير واحد دقيقه او جوج دقائق على ما يذوب داك الفرماج صافي. نتمنى توصلوا هذا الفيديو ل1000 ولا اكثر، علاش لا. يعني ان شاء الله تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب باش تزيد تكبر القناه اللي هي بطبيعه الحال اي قناه كيف ما كانت كبيره شحال ما كانت واصله للمشاهدات راه الفضل كيرجع لكم. مهم نتمنى ان شاء الله نشارك معكم مره اخرى ان شاء الله اي حاجه جربتها وجات خفيفه ظريفه نجربها مع اخوتي وخواتاتي، علاش لا. ها هو بعد ما عمرت الباكيت. عاد غادي ندخلو الفران. غتشوفوه دابا غادي ندخلو. انا شعلت الفران باش يسخن، باش غير ندخلو دغيا يذوب داك الفرماج. خوتي خواتاتي نتمنى تكون عجبتكم الطريقه، ونخليكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. كيف قلت لكم عندكم تنساو ما تضغطوش على زر اعجاب على هذيك اليد اللي كتكون في تحت الفيديو. وها هي ها هو الباكيت. يعني
هنايا صافي جبدته من الفران. المهم صدقوني راه جا بنين وعجب لوليداتي وعجبنا حنا كاملين، وان شاء الله حتى نتوما غادي يعجبكم. كانت معكم اختكم من قناتكم شهيوة الدارتينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.